عادي بالنسبه لي، لو كابتن ميدو بدأ بيا اكيد هاكل الملعب ان شاء الله عشان افضل موجود في تاكيدات ان كابتن ميدو هيدفع بيك اساسي من بدايه اللقاء، اتكلم معاك في النقطه ديت، قال لك انا مديك الثقه، اقول لك العب براحتك؟ اديني الثقه ومرنه وقال لي هتاخد برضه الماتشات زيك زي اي حد الفترة دي وانت ماشي كويس وربنا يكرمك. تعرف هو كان عايزك السفرية اللي فاتت بس موضوع السفر هو اللي أجل، هو كان ناوي فعلا يدفع بيه. ممكن مثلا يكلمك قال لك ما تخسرش من حاجة، أنت مهاجم كويس عندك إمكانيات، العب. هو عايزني عشان أنا محطة أقف على الكورة بره وكده، وطبعا بيبقى ضغط جامد، فهو عايز حد يمتص الكورة ويقف على الكورة قدامي. هو بيكلمني في الحاجات دي. فده فرق معاك انك انت كنت حاسس نفسك مش فارق في سنتك خالص؟ دلوقتي او حسيت دلوقتي ان هو مركز ان هو يديك الفرصه؟ اكيد يعني لازم لما بيديك الدفعه. كنت متضايق نفسيا يعني الفتره اللي فاتت؟ اكيد اي حد ما بيلعبش بيبقى متضايق، بس مش هتيجي ان شاء الله. طيب شايف عارف احنا ان شاء الله قادرين ان احنا نعدي العقبه دي ونوصل دور 16؟ لا ان شاء الله باذن الله سهل. عرفة شايف انه ضعف خط بين الدفاع بتوع كاب سكور ده هيساعدك انت لو لعبت في الماتش ان انت تأدي بشكل كويس وتظهر بالصوره المطلوبه؟ والله بص يعني الماتشات دي ما بتبقاش محسوبه كده، يعني على حسب الفرقه بتبقى هناك عامله ايه، بتبقى مضغوط ولا لا، وبتفرق في الحاجات دي. بالتوفيق عارف ان شاء الله. ماشي.